السلام عليكم. في موجة الصيام المتقطع اللي اي حد يخس يقولك صيام متقطع صوم هتخس جامد. انا صمت الصيام المتقطع وخسيت 20 كيلو 35 كيلو. عايزه اقول لكم انه مش كل الناس خست على الصيام المتقطع، وفي ناس خست وتخنت وفي ناس ما خستش اساسا. ففي فيديو النهارده هقول لكم عن 5 نقاط، لو انتوا في نقاط منها بتعملوها ونقاط تانية مش بتعملوها احب اقول لكم ان انتوا مش هتخسوا. يعني يؤسفني اقول لكم كده. خلونا بقى نبدا. اول حاجه، انا اي حاله بتجيلي انا بدخل الاسلوب المتقطع من الدايت بلان بتاعي او من خطتي من البرنامج الغذائي اللي انا بعمله للحالات. بدخله لان انا الاسلام المتقطع من دراستي ومن الدراسات كمان اللي انا شفتها النتائج بتاعته مهوله، بيديني نتائج بجد بتكون مفيده جدا، وبتكون الحاله كمان صحتها البدنيه والانسولين وكل الحاجات دي كويسه جدا جدا في جسمها. فالصيام المتقطع فعلا بيكون ممتاز، بس مش اول ما ببدا دايت اول ما بدخل على الصيام المتقطع، لا ما بعملهاش، محدش يعملها. انا باخد الحاله اول اسبوعين بنمشي على دايت عادي، هاي بروتين لو كارب لو فات لو كالوري، اي حاجه من الحاجات دي بنختار احنا النظام او انا بختار النظام اللي هيمشي معاها، وببدا امشي الحاله دي على النظام ده لمده اسبوعين مثلا على حسب الحاله اللي معايا. بعديها ببدا ادخل الصيام المتقطع. طيب احنا ماشيين يا رويده اسبوعين وداخلين على الصيام المتقطع، ما تدخلش انت على الصيام المتقطع 20 ساعه على طول يلا بينا نصوم 20 ساعه. اول حاجه الجسم هيبقى في حاله اللي هو انا ايه اللي بيحصل لي ده، انا كنت بفطر دلوقتي ومبقتش بفطر، كنت بتغدى ومبقتش بتغدى دلوقتي، انا بقيت ما باكلش كتير، بقيت في ايام كتيره في اوقات كتيره قوي ساعات كتير انا مش باكل ومش عارفه ايه. انت بتخضه وبتحسسه ان هو في حاله خطر، ممكن يعاند معاك وما يخسش، او يبقى اصلا الهرمونات الكيمستري بتاعتك بايظه. فلا، وبعدين اصلا انت ما تخش على العالي على طول، ما انت بعد كده الحرق عندك هيقل، هيقف، هيثبت الوزن، ده بيكون من ضمن الاسباب ان انت دخلت على طول على اعلى حاجه. لا، لو انت شخص مش متعود على الصيام المتقطع، يعني انا بحب نبدا ب 14 ساعه، نمشي على 14 ساعه، بعد كده 16 18 20، وفي حالات كمان بخليها تصوم يوم كامل مثلا وتفطر بعد كده، في حالات بعمل معاها الحكايه دي يوم كامل مفيش اكل ميه بس ما تدخلش على طول على اعلى حاجه، غلط. طيب ايه تاني؟ السعرات. انا السعرات حاجه مهمه جدا جدا جدا، لازم ان احنا نحسبها ولازم نقسمها ونعرف احنا بناكل قد ايه وبندخل قد ايه عشان خاطر نخس بطريقه صح وما نبوظش جسمنا. انا في حاله كانت متابعه معايا لسه من قريب داخله، فكان بيقول لي ان هو كان ماشي على الصيام المتقطع، انا حبيت ان انا اعمل شكل الجسم وادخل نظام مش صيام عادي، هاي فات سوري هاي بروتين. بعديها فبدأ يقول لي هو بيحس بهبوط وتعبان ومش عارفه ايه، فقلت يمكن عشان خاطر كيمياء الجسم اتغيرت، يعني من الصيام المتقطع ان احنا رحنا الهاي بروتين على طول، فممكن ايه دي المشكله. بعدين حبيت انا اساله هو انت كنت بتاخد كام سعر كده وانت بتعمل صيام متقطع؟ تخيلوا قال لي كام؟ 1100 سعر. ازاي؟ يعني ايه انا انزل السعرات بالشكل ده؟ غلط، غلط جدا جدا جدا. عشان كده لما بنشوف التحاليل بنلاقي ان انتوا نازلين عضل، ما نزلتوش وزن، ما نزلتوش دهون، او نزلتوا دهون بس بكميه مش كبيره، بس انتوا فقدتوا عضل اكتر لان انتوا ماشيين غلط. مفيش حاجه اسمها قلل السعرات بالشكل ده. عشان خاطر كده تاني دايما بنقول لازم دكتور يتابع معاكم، لازم. هو انتوا لما بتتعبوا ومثلا بتجيلكم سخونيه مش لازم يكون في دكتور بيتابع معاكم عشان يرشح لكم دواء؟ مش لازم. ولا مثلا بيجي حد يقول لكم انا مثلا خسيت على الدواء الفلاني فيلا بينا كلنا ناخده لما يكون عندنا سخونيه؟ لا، مش بنعمل كده. ولو انت بتعمل كده فانت بتعمل حاجه غلط جدا. عشان خاطر كده مش كل الانظمه اللي احنا بنشوفها على الانترنت والناس بتقول انا خسيت بيها وعملت بيها بتكون مفيده لينا. لا، مش مفيده لينا، ممكن ما تنفعش معانا يا ربي ممكن ما تنفعش معانا، ممكن تكون مش صحيه لينا ومش هتنزلنا في الوزن، فاهمين؟ فاهم حاجه السعرات اقل حاجه 1500 ومش برشحها، من 1600 1700 بنكون في الحته دي. تمام. طيب السعرات تمام، انا دخلت سعراتي، هنعمل ايه بعد ال الله اكبر الله تاني؟
فبعد السعرات عندنا النظام الغذائي. لازم نمشي على نظام غذائي لو كارب، هاي بروتين، لو فات، لو كالوري، اي حاجه، بس لازم يكون فيه نظام غذائي. يعني لازم نكون متعودين مش بناكل كتير، بناكل فايبرز كتير، بناكل بروتين كتير، سعراتنا تكون محسوبه. كل الحاجات دي مهمه. اخر حاجه ودايما بقولها في كل فيديوهاتي، الحركه بركه. ابدا 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 متوقعوش ان انتوا هتمشوا على دايت وتعملوا صيام كل الحاجات دي وما تتحركوش او ما تلعبوش رياضه وهتخسوا. للاسف يعني هذا الاوبشن غير متوفر عندنا، مش موجود. لازم نتحرك، نمشي على الاقل، نمشي نلعب رياضه. مش بقول لكم جيم، بقول لكم في البيت، يعني 30 دقيقه، 30 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، نحاول حتى. لازم نتحرك اولا عشان خاطر الجسم لما هيتعود على النظام مش هيحرق. حتى لو فضل يحرق مش هيحرق بكمية كبيرة. خلاص لازم رياضة، احنا لازم ندخل رياضة. فالحالات اللي تيجي تقول انا ما عنديش وقت، ما بلعبش رياضة، جسمي تقيل، مش عارفة ايه، لازم نبدأ نتعود، لازم نلعب رياضة. تمام. دي الخمس نقاط اللي انا كنت عايزه اقولها لكم. ان شاء الله لو عملتوها هنخس بطريقه حلوه جدا. حاجه تانية كمان، لو حابين ان انا اقول لكم على افضل نظام غذائي للصيام المتقطع قولي تحت في الكومنتس. وحاجه تانية كمان، ان شاء الله باذن الله هنزل لكم نظام هنا على القناه ويعني وكمان على الفيسبوك، ينزلكم في حدود ال10 كيلو. هنزل لكم نظام مجاني عادي هيخسسكم 10 كيلو باذن الله. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون فاتكم. ولو حابين انكم تتابعوا معايا هسيب لكم تحت لينك الفيسبوك، خشوا راسلوني وان شاء الله نشتغل مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.